في الفيديو ده هقولك ازاي تغير شكل الازرار من الشكل ده لحد ما تبقى بالشكل ده. ولو جاهز يلا بينا نبدأ. اول حاجة هتروح عند علامة الزائد دي وهتجيب نود اسمها انيميشن بلاير، تروح عند انيميشن نيو وهتسميه ماوس انتر، تخلي الوقت بتاعه 0.2، تضغط كنترول اس، ودي هتروح عند بوتونز زائد بوتون وهتعمل علامة المفتاح عند الروتيشن تضغط كرييت، وعلامة المفتاح عند السكيل تضغط كرييت. تروح عند آخر الخط وتخلي الروتيشن -10، تعمل علامة المفتاح والسكيل 1.1، تضغط علامة المفتاح فيبقى الانيميشن كده. بعدها تروح عند انيميشن تاني نيو وهتسميه ماوس اكسيت، خلي الوقت بتاعه برضو 0.2، تضغط كنترول اس وتروح عند نهاية الخط وتضغط على علامة المفتاح عند الروتيشن كرييت، علامة المفتاح عند السكيل كرييت. تروح عند أول الخط تخلي الروتيشن -10، تضغط على علامة المفتاح والسكيل هتخليه 1.1، تضغط على علامة المفتاح يكون الانيميشن كده. تضغط كنترول اس وهتروح عند نود سيجنالز ماوس انترد كونكت ماوس اكزيت كونكت، تروح هنا تمسحه وتجيب الانيميشن دوت بلاي ماوس انتر، هنا انيميشن بلاير دوت بلاي ماوس اكزيت، تضغط كنترول اس ونبدأ. زي ما انت شايف الانيميشن اهو. تعال دلوقتي نعمل انيميشن للازرار دي. تطلع بره تروح عند النوت دي عند الانيميشن انيميشن نيو ماوس اندرسكور انتر اندرسكور 2، وتاخد الاسم ده كوبي عشان هنحتاجه. تخلي الوقت 0.2، تروح عند ابجريد بوتون 1 انسبكتور وتضغط على البوزيشن علامة المفتاح كرييت، تروح عند نهاية الخط وتخلي البوزيشن اكس -97، تضغط علامة المفتاح هيبقى شكله كده. تروح انيميشن نيو تضغط كنترول في وتغير انتر لاكزيت، تضغط اوك، تخلي الوقت 0.2، بعدها تخلي البوزيشن اكس -97 علامة المفتاح، تروح عند نهاية الخط -147، ده يكون شكله. تعال برضو نعمل انيميشن للليبل اللي فوقه. تروح عند الليبلز برايس ليبل 1، تروح عند ماوس انتر 2 وتعمل عند البوزيشن برضو كرييت، تخلي البوزيشن 77، ولما يروح تخليه 126، تضغط علامة المفتاح زي ما انت شايف، وعند اكزيت نفس الحكاية كده، وهترجعه تخليه 77، تضغط كنترول اس، تروح عند الابجريد بوتون 1 نود عند الماوس انتر تكونكت ماوس اكزيت كونكت، وعند الانيميشن دوت بلاي ماوس انتر 2، هنا انيميشن بلاير دوت بلاي ماوس اكزيت 2، تضغط كنترول اس ونبدأ. زي ما انت شايف في حاجة غلط في الانيميشن بتاع الليبل هنا مع المفتاح، فتروح عند البرايس 1 خليه 77 وعلامة المفتاح، تضغط كنترول اس ونبدأ تاني. نفس اللي احنا عملناه مع الزرارين اللي تحت. تبدأ وهتشوف الانيميشن اللي انت عملته.
وبكده تكون عرفت ازاي تعمل انيميشنات للازرار بشكل احترافي. ولو استفدت ما تنساش اللايك والاشتراك، وقول لي في الكومنتات تحب اشرح ايه بعد كده بقول. وبس، سلام.